السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم بفيديو جديد من بعد طول الغياب. اليوم جيت نتناول معكم موضوع الساعة اللي هو موضوع الأسرة النكدية. انا سميتها اسره نكديه لانه فريمون نكديه، نكدات على المغاربه حياتهم. الوقت اللي دخلنا حنايا اليوتيوب كنلقاو غير هاد الاسره النكديه، وتلقاو غير التضارب على هاد الاسره بين معارضين ومؤيدين. المهم الاخوان، لا انا من المعارضين ولا انا من المؤيدين، لكن غنتناول هذا الموضوع من الزاويه ديالي وغنتناقشوا فيه. وكذلك كوني مواطنة مغربية وعندي غيرة على بلادي كبيرة، عندي غيرة على بلادي كبيرة من القلب، يعني خارجة من القلب. كنبغي بلادي، كنبغي الملك ديالي، كنبغي الوطن ديالي، كنبغي العالم ديالي، الراية ديالي. هادو ثلاثة الحوايج اللي ما تساومنيش عليهم، لا للمساومة. هاد ثلاثة الحوايج هادو هما الحب وهما الروح. مهم الإخوان ندوزو. البارح شفت واحد اللايف ديال المدعوة السريعة، ودراتني واحد الحاجة في خاطري، دراتني واحد المشهد درني في خاطري. المشهد اللي درني في خاطري هو المشهد ديال ديك الرضيعة. هذيك الرضيعة اللي الوقت اللي شعلت هذيك السيدة داك اللايف، ديك البنت تتبكي بواحد الهستيريا وما مرتاحاش ومسكينة بواحد الحالة. وهذيك السيده فاتحه اللايف وما على بالهاش، ودايره ديك الرضاعه مره تحشيها لها في فمها، مره تحشيها لها في ودنها، مره تحشيها لها في نيفها. ما هياش في هذا العالم. يعني ديك البنيته ديك الرضيعه شنو الذنب ديالها؟ واش حتى هي ممثله في هذا المسلسل؟ سامحيني، حتى هي خصها تلعب الدور ديالها ضروري. علاش هذيك البنت مثلا ما تعتنيش بها، تبدلي لها، ترضعيها، تنعسيها وتفتحي اللايف؟ ما غاديش يهرب. علاش؟ واش ضروري ديك البنيته خصها ديك الرضيعه تكون حتى هي ضمن الحضور؟ علاش زعما؟ شنو السبب؟ انا هاد النقطه المغاربه تتمنى تنتبهوا ليها. هذيك البنيته انا كنشوفها ضحيه من هذيك الرضيعه. هي انا اللي حزتت في الخاطر ديالي، وهي اللي نوضتني ندير هذا الفيديو بالذات، وهي اللي خلاتني ندير هذا الفيديو. ديك الرضيعه كتبان لي ما مرتاحاش، كتبان لي كتكرفص بكل صراحه. ديك الرضيعه كتبان لي كيكرفصوها بمعنى الكلمه، باش تحضر حتى هي في اللايف وتكون حتى هي ضمن المشاركين في هذا المسلسل. سامحيني الاخوان، كيف قلت لكم انايا لا انا من المؤيدين ولا انا من المعارضين. انا انسانه كنبغي بلادي وكندي غير على بلادي، وعندي غير على اي حاجه اي، يعني عندي احساس. هذا المشهد ضرني في خاطري. هما مشاهد كتار ضرونا في خاطرنا، دابا نتناولوهم. هما مشاهد بزاف و يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا المشهد هذا بالذات اثر فيا كوني ام انا وعندي وليدات. فراه الامومه ماشي هي انني نبرك بنتي في اللايف ونخليها تصرصر وتغوت وانا ما على باليش، كنلعب بها بحال شي دميه، كنمثل بها ادوار ديال المسلسل. مهم هاد النقطه اندوزوها. مازال غنتناقشوا في مواضيع اخرى ان شاء الله. مازال كنتمنى بعدا كاين اللي عجبو الهضره ديالي كنتمنى يتفاعل معايا حتى انايا ويدير لي اللايك، لانه حنا كنتناولوا الموضوع باحترام، كننزلوش المستوى. وحاجه اخرى حتى هي كتضر في الخاطر، واللي عنده غيره على بلادو راه غادي شاطرني الراي وغادي يقول لي انا معاك. هو الوقت اللي دخلنا حنا للتيك توك نلقاو اصحاب كبيسو بهدلونا، ندخلوا اليوتيوب نلقاو صحاب المعاطيه والهضره الخاصه. شنو غيستافد هذا الجيل منكم؟ شنو غنستافدوا حنا؟ ماشي حنا نديروا، حنا راه حنا كبار. اللي غيدخل صغير وشنو غيستافد؟ ولا واحد كيسب مو، ولا واحد كيسب باه، ولا واحد كيسب بلادو، ولا شنو غنستافدوا حنايا؟ انا بعدا كنتمنى من الله يولي شي هاد اليوتيوب يولي مقنن، تولي اي هو المحاسبه راه كاينه، راه اللي دار الذنب يستاهل العقوبه.
المحاسبه راه لا هروب منها. اي واحد كيقيس لنا المقدسات ديالنا ديال بلادنا خصو يتعاقب. القضاء ولا الملك ديالنا الله ينصرو ويخليه ويطول في عمره ويخليه لينا لبلادنا، لبلادنا لانه بلادنا خصنا نبغيوها بقلبنا. خصنا شنو تنعطيو لبلادنا. كونك يوتيوبرز فانت تحمل المشعل، مشعل انك تقدم شي حاجه زوينه، شي صوره زوينه على بلادك اللي يفتخروا بها الناس. ماشي تقدم شي حاجه اللي نبقاو حنا عبره للناس يبقاو يضحكوا علينا عباد الله في دول اخرى. هادشي كيحز في الخاطر، اقسم بالله الاخوان اللي كيضر في الخاطر مع الاسف الشديد، من اجل الفلوس ومن اجل الشهره ومن اجل ما عرفت شنو. الشهره اللي غتجيني بهذا المستوى الهليجي بما من الاخر. الا كنت غير غنخلي واحد الارشيف خانز ما عندي ما ندير بشي شهره ولا بشي فلوس، لانه كاينه ولا ما كايناش. واش هذا الكلام صحيح ولا ما صحيحش؟ المهم الاخوان، شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم، وإن شاء الله بفيديو جديد، وإلى اللقاء ودمتم بألف خير.